إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نرصد فيه تغطية وسائل الإعلام العربية للأحداث المستجدة والموضوعات المتعلقة بالقارة السمراء. وفي حلقة اليوم نقدم لكم مقالا تحليليا نشره موقع الجزيرة نت في 12 من أغسطس الجاري بعنوان إفريقيا حلبة صراع جديد بين أوكرانيا وروسيا. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. وسط تجدد المعارك في الفاشر بين الجيش والدعم السريع، السودان يعلن رفضه الذهاب إلى مفاوضات جنيف، والمنظمة الدولية للهجرة تحذر من كارثة إنسانية بسبب الحرب. وانعقاد الجولة الثانية من المباحثات بين الصومال وأثيوبيا في العاصمة التركية أنقرة. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. بعد تعثر اللقاء التشاوري الذي عقد في مدينة جدة السعودية بين وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو والمبعوث الأمريكي للسودان توم بريلو، أعلن السودان رفضه المشاركة في مفاوضات جنيف التي كان مقررا عقدها منتصف أغسطس الجاري. وأكدت الحكومة السودانية مجددا تمسكها بتنفيذ اتفاقية جدة الموقعة بين الطرفين في 11 من مايو في العام الماضي، موضحة أن الوفد الأمريكي لم يقدم مبررا لإنشاء منبر تفاوض جديد بدلا لمنبر جدة، وأنها لاحظت عدم التزام الوفد الأمريكي بدفع الميليشيات المتمردة للالتزام بتنفيذ إعلان جدة الذي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين في السودان ويستند على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأشارت إلى إصرار الوفد الأمريكي على مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كمراقب في اللقاء. يأتي ذلك متزامنا مع تجدد المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السبت الماضي. ووفقا للجيش السوداني والقوات المشتركة لحركات دارفور، فقد شنت قوات الدعم السريع هجوما على المدينة من 3 محاور بأعداد كبيرة من المقاتلين وتوغلت في الأحياء الطرفية، وأن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وإجبار قوات الدعم السريع على التراجع. من جهته اتهم والي شمال دارفور الحافظ بخيت قوات الدعم السريع بتصفية عدد من المدنيين على أساس عرقي أثناء توغلها في بعض الأحياء، مضيفا إلى أن الهجوم على الفاشر أدى إلى مقتل 28 شخصا وجرح 46 آخرين. هذا ووفق الإحصاءات الطبية، فقد أدت المعارك الدائرة في الفاشر منذ 4 أشهر إلى مقتل نحو 2000 شخص. وفي الشأن السوداني أيضا، قالت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين إن الوضع الإنساني في السودان وصل إلى انهيار كارثي، وذلك جراء الحرب المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأشارت المنظمة الدولية في بيان إلى أن المجاعة والفيضانات والتحديات التي تواجه ملايين الأشخاص الذين يكافحون للتكيف مع أكبر أزمة نزوح في العالم هي وحشية جدا. ولفتت إلى أن المجاعة تفشت في مخيم زمزم قرب مدينة الفاشر شمال دارفور، والذي يتواجد به 500,000 نازح ويشهد ندرة غذائية شديدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية والوفاة. وأكدت أن جميع النازحين داخليا تقريبا في جميع أنحاء السودان يعيشون في مناطق تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ.
وبشأن الفيضانات، قالت منظمة الهجرة إن الأمطار والسيول الواسعة زادت من سوء الأمر، إذ أدت إلى نزوح أكثر من 20,000 شخص منذ يونيو الماضي في 11 ولاية من ولايات السودان 18. كما جرفت السيول البنية الأساسية الحيوية، مما أدى إلى تعطيل توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية بشكل أكبر. وحذرت المنظمة من أنه على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة من المتوقع أن يواجه ما يقدر بنحو 25 مليون ونصف المليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد مع انتشار الصراع. عقدت يوم الاثنين الماضي الجولة الثانية من المباحثات بين وفدي أثيوبيا والصومال بوساطة تركية في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. ووفق ما ذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية الاثنين، فإن الوفد التركي يقوم بدبلوماسية مكوكية بين الجانبين بتنسيق من وزير الخارجية هاكان فيدان. وأضافت المصادر أن الوفدين الأثيوبي والصومالي لم يلتقيا بعد وجها لوجه، وأن المباحثات مع الطرفين تتم بشكل منفصل، وأن المساعي ما زالت تبذل لتحقيق المصالحة بين الجانبين في إطار تفاهم مشترك. وأكدت المصادر الدبلوماسية التركية أن هذه المباحثات قد تكون طويلة، وكان من المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من المباحثات مطلع سبتمبر المقبل، لكنه تم تقديمها إلى 12 من أغسطس الجاري. هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استبق انعقاد مباحثات البلدين بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عبر فيهما عن تفاؤله بنجاح المفاوضات، وتناول فيها علاقة البلدين، وعزز خلالهما جهود حكومته لإنهاء الأزمة بين الصومال وأثيوبيا. وأشار أردوغان إلى أن أثيوبيا اتخذت إجراءات ستزيل مخاوف الصومال بشأن وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. وتدهورت العلاقات بين الصومال وأثيوبيا في مطلع يناير الماضي عقب توقيع أثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وذلك بشأن حصول أثيوبيا على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو الأمر الذي اعتبرته الصومال انتهاكا صارخا من أثيوبيا لسيادتها، وقامت على إثره باستدعاء سفيرها من أديس أبابا للتشاور، كما قامت بطرد السفير الأثيوبي من مقديشو. ونجحت تركيا في مطلع يوليو الماضي جمع وزيري خارجية البلدين في مباحثات أولية اتفق الجانبان خلالها على استمرار المباحثات على العمل بالطرق السلمية لحل الخلاف بين البلدين. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، وهو برنامج نرصد فيه تغطية وسائل الإعلام العربية للأحداث المستجدة والموضوعات المتعلقة بالقارة السمراء. وضمن برنامج إفريقيا في الإعلام العربي لهذا الأسبوع نقدم لكم في حلقة اليوم مقالا تحليليا نشره موقع الجزيرة نت في 12 من أغسطس الجاري بعنوان إفريقيا حلبة صراع جديدة بين أوكرانيا وروسيا، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم ومعكم دائما وأبدا في كل أسبوع عبر إذاعتكم إذاعة إيرنا الدولية من باريس. نتابع. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي. وإفريقيا في الإعلام العربي برنامج جديد نتناول فيه أسبوعيا أبرز ما تناولته وسائل الإعلام العربية حول القضايا الإفريقية وموضوعات القارة السمراء. وفي حلقة اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات اخترنا لكم موضوعا بعنوان إفريقيا حلبة صراع جديد بين أوكرانيا وروسيا. فقد جرت العادة في الحروب والصراعات منذ الأزل أن تبحث الجهات المتحاربة عن أحلاف تسند ظهرها إليه وتتقوى به ضد عدوها ومن تحاربه، أو تحاول أن تحول بينه وبين عدوها بتحييد موقفه وتأمن جانبه بتفاهمات ومعاهدات مبرمة بين الطرفين أو الأطراف، ملزمة ومبنية على مصالح ومنافع مشتركة بين المتعاهدين بناء على حاجة كل طرف للآخر على المدى القريب أو البعيد. وفي هذا الإطار رأينا تسارع وتهافت الدول على مناطق معينة من جغرافية الكرة الأرضية لأهميتها وضمان استمرار مصالح تلك الدول، وإن كانت بعيدة جغرافيا عنها لكنها ترتبط بها مصالحها الحيوية والاستراتيجية.
وقد رأينا ذلك جليا في تزاحم الدول الكبرى في إيجاد موطئ قدم وتموضع عند البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، حتى أصبحت المنطقة تعج بالبوارج والقطع البحرية والقواعد العسكرية. وضمن هذا المفهوم أيضا شاهدنا تنامي الوجود الروسي والأوكراني في إفريقيا بصورة لم نشهدها من قبل، وكلنا يتذكر تحركات الأسطول البحر الروسي في البحر الأحمر ورسو إحدى سفنه في ميناء مسوع الإريتري. كما نتذكر في هذا الإطار مشاركة الخبراء الأوكرانيين في تدريب الجيش السوداني على استخدام الطائرات المسيرة في بادئ الأمر، بل إن الأمور وصلت إلى مشاركة قوات النخبة الأوكرانية في تأمين خروج الفريق البرهان من حصار القيادة العامة. في المقابل رأينا تعاظم الدور الروسي عبر فاغنر في مناطق استخراج الذهب التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع. أضف إلى ذلك تواجدها في دول الجوار السوداني كالنيجر وإفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو. وفي الأسبوع الماضي قطعت مالي وبعدها بيومين أيضا النيجر علاقاتهم الدبلوماسية مع أوكرانيا بعد أن كبد المتمردون في مالي الجيش خسائر كبيرة، وذلك بعد أن ألمح المسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندري يوسف إلى أن كييف قدمت معلومات إلى المتمردين لكي يتمكنوا من إنجاز هجومهم، مضيفا حصول المتمردين على كل المعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها، وليس فقط المعلومات التي سمحت لهم بإجراء عملية عسكرية ناجحة ضد مرتكبي جرائم الحرب الروس على حد تعبيره. حول موضوع إفريقيا حلبة صراع جديدة بين أوكرانيا وروسيا، نستعرض لكم فيما يلي مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات مقالا للمحلل السياسي صفوان جولاق بعنوان: هل تسعى أوكرانيا لفتح جبهة جديدة ضد روسيا بإفريقيا؟ والذي نشره موقع الجزيرة نت في 11 من أغسطس الجاري. نتابع سويا. هذه إذاعة إرنا. يفتتح صفوان جولاق المقال بقوله: في إطار سعي كييف لتعزيز حضورها المتنامي في إفريقيا وتلافي آثار قطع العلاقات معها من طرف دول إفريقية، أجرى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا جولة جديدة في القارة السمراء شملت موريشيوس وملاوي وزامبيا. وتأتي هذه الزيارة وهي الرابعة لوزير الخارجية الأوكراني منذ اندلاع الحرب مع روسيا، بالتزامن مع قيام كل من مالي والنيجر بقطع علاقاتهما مع أوكرانيا في ظل الاتهام الأخير بدعم متمردين ضد قوات البلدين ومرتزقة فاغنر المساندة لهما. وشملت جولات وزير الخارجية الأوكراني إلى إفريقيا على مدى عامين من الحرب 12 دولة، في موازاة 14 دولة زارها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في القارة السمراء، في مشهد يجسد سباقا محموما بين كييف وموسكو على النفوذ والمصالح في القارة الإفريقية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ورثت موسكو جميع المؤسسات الدبلوماسية في القارة الإفريقية، ورضيت كييف بهذه القسمة دون أي امتعاض يذكر حينها. وعلى مدار 30 عاما قبل الحرب كانت كييف تملك سفارات في 10 دول فقط من أصل 54 دولة إفريقية، لكن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ذكرت كييف على ما يبدو بأهمية ذلك الجزء من العالم، وخلال عامين من الحرب اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع شبكة علاقاتها، وافتتحت 10 سفارات جديدة في دول إفريقية، الأمر الذي تنظر إليه موسكو كجبهة ثانية ضدها. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: إفريقيا حلبة صراع جديدة بين أوكرانيا وروسيا. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. حصلت البلدان التي افتتحت فيها سفارات كييف الجديدة على مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية في إطار ما عرف باتفاقية الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في بادئ الأمر، ثم في إطار مبادرة الحبوب التي أطلقتها أوكرانيا منفردة، فحدت بذلك من احتكار روسيا لسوق الحبوب في إفريقيا بحسب رأي الخبراء. وأبرمت أوكرانيا أيضا مع بعض الدول الإفريقية اتفاقيات تلغي نظام التأشيرة فيما بينها، كما حصل أخيرا مع جمهورية موريشيوس أثناء زيارة الوزير كوليبا. ويعتقد رومان بريادون الكاتب في صحيفة أبوزري فاتل الأوكرانية أن أهمية إفريقيا بالنسبة لأوكرانيا
تأتي من أن القارة السمراء تفتح أمامها آفاقا واسعة، فبعض دولها تظهر نموا اقتصاديا كبيرا وفيها سوق استهلاك ضخم وشاب. ووفقا للأمم المتحدة فبحلول عام 2050 سيعيش ربع سكان العالم في إفريقيا. وأضاف بريادون أن نفوذ دول القارة في الساحة الدولية يتزايد، حيث تشكل 54 دولة إفريقية 28% من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة. والاتحاد الإفريقي يريد الحصول على عضوية في مجلس الأمن التابع للمنظمة، وهو بالفعل عضو في مجموعة 20. ويوضح الكاتب بريادون ثقل وزن السياسة الإفريقية على المستوى الدولي بالنسبة لكييف بالقول: عادة يصوت أكثر من نصف دول القارة بقليل لصالح القرارات التي تصب في صالح أوكرانيا، بينما يمتنع الآخرون عن التصويت رغبة في الحياد أو لتجنب خلق توتر مع روسيا. وفي نفس السياق انضمت غانا وليبيريا والنيجر وكوت ديفوار إلى مؤتمر منصة القرم عام 2022 الهادف إلى إعادة شبه جزيرة القرم للسيطرة الأوكرانية. كما دخلت كينيا وليبيريا والمغرب وتونس مجموعة الدفاع عن أوكرانيا وفق صيغة رامشتاين. كما أيدت 10 دول إفريقية استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكن أي من الدول الإفريقية لم تفرض أي عقوبات على روسيا منذ بداية الحرب، كما أفاد بريادون. ورأى الكاتب الأوكراني أن كييف تحتاج إلى تغيير هذه المعادلة لصالحها بقوة وإلى مكافحة التضليل الروسي في إفريقيا، ومن الضروري زيادة الوجود الدبلوماسي وتحفيز نشاط الشركات الأوكرانية في القارة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي يأتيكم اليوم بعنوان إفريقيا حلبة صراع جديدة بين أوكرانيا وروسيا. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وشكلت الحرب الروسية على أوكرانيا صدمة للقارة السمراء، لا سيما أنها دمرت طرق الإمدادات الغذائية التقليدية ورفعت أسعارها بشكل حاد. ومن هذا المنطلق يرى بعض الخبراء أن إفريقيا أفضل بوابة تدخلها أوكرانيا لتأليب العالم الصامت ضد روسيا وتغيير مواقف معظم دول آسيا وأمريكا اللاتينية أيضا. ويقول الكاتب فيكتور تيموفييف إن القادة الأفارقة يهتمون أكثر وأكثر بنهاية مبكرة للحرب، ويدركون بشكل عام حقيقة الوضع وعواقب تصرفات بوتين. واعتبر تيموفييف أن القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في عام 2023 حملت مؤشرات جيدة لأوكرانيا، فقد ضمت 17 رئيسا فقط من دول القارة، بينما كان عددهم 23 في قمة 2019. ورأى أن هذا يمهد لتغيير المواقف والتحول إلى الضغوط وفرض العقوبات على روسيا. وتعد القارة الإفريقية جبهة مجدية لضرب المصالح الروسية في إفريقيا التي تفوق حجما وكما واتساعا مصالح أوكرانيا، رغم أن ذلك لا يبدو سهلا. ويستمر الكاتب تيموفييف قائلا: القارة الإفريقية هي الآن منجم ذهب لروسيا تحصل من خلاله على دخل أسود غير قانوني. هنالك عدد من البلدان الخاضعة لروسيا في إفريقيا تعطي الكرملين أموالا مباشرة وإمكانية استخراج الذهب والألماس والمعادن الأخرى. وتابع قائلا: إن إبعاد روسيا عن الدول الإفريقية هو مسألة هيبة جيوسياسية بالنسبة لأوكرانيا، ويحد من قدرة موسكو على تجديد مواردها لاستمرار الحرب. ورغم نفي كييف تبنيها لهذا الأسلوب، لا يستبعد كثيرون أن تدعم أوكرانيا أي حراك ضد النفوذ العسكري الروسي في إفريقيا أيضا، حتى أو إن انعكس ذلك سلبا على العلاقات مع بعض دولها. ويقول بريادون: بدعم روسي نفذت مجالس عسكرية انقلابات ووصلت إلى السلطة في بعض بلدان إفريقيا، وتحاول الدفاع عن نفسها بمساعدة مدربين روس ومرتزقة فاغنر. ويعتقد الكاتب بريادون أن ذلك وارد بالنسبة لأوكرانيا، وقد يشكل تقاربا مع فرنسا التي ساءت علاقاتها مع تلك الدول، كما يشكل أيضا مصدر ارتياح للصين التي تسعى إلى انتشار واسع لنفوذها، الأمر الذي يتعارض مع وجود روسي كبير في القارة السمراء. ونحن بدورنا نقول مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إن إفريقيا يمكن أن تكون حلبة للصراع ليس بين أوكرانيا وروسيا فحسب، بل أيضا بين روسيا والغرب عموما، من خلال منح أوكرانيا الضوء للقيام بهذا الدور نيابة عن الغرب
الذي تشهد علاقاته بإفريقيا تراجعا مستمرا لصالح روسيا، كما هو الحال في علاقات فرنسا مع مستعمراتها الإفريقية، والتي تشهد تأزما مضطردا أدى إلى خروج القوات الفرنسية وإخلاء مواقعها في بعض البلدان في سابقة لم تشهدها هذه العلاقات من قبل. أضف إلى ذلك تعالي الأصوات في النيجر بإنهاء التعاون العسكري مع الولايات المتحدة لصالح التمدد الروسي، واتفاق البلدين أي النيجر والولايات المتحدة على إيقاف هذا التعاون وخروج القوات الأمريكية من البلاد في موعد أقصاه سبتمبر القادم. وهذا يعني مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات قيام أوكرانيا باستغلال علاقاتها الإفريقية بالرغم من صعوبة ذلك لرعاية مصالح الدول الغربية ومواجهة روسيا في إفريقيا في محاولة لإضعاف الدور الروسي سياسيا في الحرب الدائرة بينهما وتأمين مصالح الغرب الذي يقدم لها دعما غير محدود مكنها من الصمود حتى الآن في حربها ضد روسيا. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. وسط تجدد المعارك في الفاشر بين الجيش والدعم السريع، السودان يعلن رفضه الذهاب إلى مفاوضات جنيف، والمنظمة الدولية للهجرة تحذر من كارثة إنسانية بسبب الحرب. وانعقاد الجولة الثانية من المباحثات بين الصومال وأثيوبيا في العاصمة التركية أنقرة. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.